رمضان كريم. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الطاقه الايجابيه، يا صباح كل حاجه حلوه على عيونكم اللي زي العسل. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نشوف الفيديو، انت اول مره تتفرج عليا واول مره تشوفيني واول مره تسمعي صوتي، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي اللي بقدمها. بصوا بقى يا حلوين، النهارده بقى الفطار بتاعنا مميز جدا الحمد لله. مش هخش المطبخ ولا اطبخ ولا هتعب نفسي. النهارده لقيت خالتي، هي كانت مكلماني قبلها بيوم، قالت لي تعالي افطري معانا وكده. فبصراحه انا مش بحب اروح عند حد وكده واستحالت عليا، فانا ما رضيتش اروح. فلقيتها كلمت حد يعني هنا في البلد، هي في المنصوره هنا في البلد عندنا. قالت له اعمل فرخه كامله واعمل كمان معاها سلطه، وخلت يعمل معاها طحينه وكاتشب ومخلل. وقالت لي بدل انت مش هتيجي انا هخلي الفطار يجيلك لحد عندك. قلت لها ازاي؟ اتصلت على واحد جنبنا بيعمل مشويات وطلبت منه الاكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. ازود من عندي واعمل كمان الرز، بس مش عايزه اعمله ابيض يعني وكده. حبيت ان انا اعمله زي الرز البسمتي، نفس اللي انت بتعمليه في البسمتي بتعمليه في المصري، ما فيش اختلاف غير دي اسمه بسمتي ودول اسمه ايه، رز المصري. تمام. وعايزه اقول لها ربنا يخليك ويوسع عليك يا رب ويبعد عنك اي حاجه وحشه. ويلا بينا بقى كده بعد ما فطرنا الحمد لله بقى ايه في المعركه الكبيره. اكيد الفيديو مش هيخلص على كده، هنعمل مع بعض القطايف. هنعملها بطريقه سهله جدا جدا وهتطلع معاكي مقرمشه من بره وطريه وناعمه من جوه. كل ده هتشوفوها في الفيديو ده. بصوا، اول حاجه هنعمل ايه؟ الشربات. معايا كوبايتين من السكر على كوبايه من الميه. لو هتحسيها مثلا هتكون مسكره قوي عليكي هتنقصي، هتخلي كوبايه ونص من الميه، كوبايه ونص من السكر اسفه، على كوبايه من الميه. تمام. وحطيتهم كده في الكسرونه او في اي حاجه المونيا. بحب استخدم في الشربات خصوصا في الحاجه الالمونيا، بحس ان هي ايه بتفرق جدا في طعم غير الحلل التيفال او الحلل اللي هي ايه الاستانلس. حطيتهم كده على النار، وبعد ما غليوا نزلت كده بعصره من الليمونه، ما تكترش في الليمون عشان ما يغيرش طعم الشربات. وبعد كده نزلت بكيس من الفانيليا، وهسيبها بقى لحد ما تغلي لمده 5 دقايق. وبعد 5 دقايق اركنيها ايه على جنب. لو مش هتعرفي ان انت مثلا تعمليها بالنظر، ال5 دقايق ممكن تحسبي لها من اول ما تحطي الشربات بتاعك على النار. هنخش بقى كده ايه في الاصل كله. الاصل كله ايه؟ عنده كوبايتين ونص من الدقيق على نص كوبايه من دقيق السميد او دقيق السمولينا، يعني 3 كوبايات. وعندي كمان معلقتين كبار من السكر، وعندي معلقه صغيره من الخميره، ورشه من الملح، ومعلقه صغيره ممسوحه من بيكنج باودر. وكل ده بدل ما نتعب في نفسنا وكده والجيش بيقولك اتصرف، هنعمل كل ده في ايه؟ في شفشق الخلاط، وحتى هينعمه لنا اكتر. تمام. ببتدي بقى ان انا ازود بقى الميه تدريجي، مش هزود. انا الاول حطيت كوبايه الاول في الخلاط عشان يعرف يجري لي الشفشه، وبعد كده ببتدي ان انا انزل بالميه التانية واحده واحده تدريجي يعني اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ما خلاص ضربته كويس، جبت المصفى وطبق وبدات ان انا اصفيه من التكتلات. لو في اي حاجه يعني متكتله او حاجه مثلا مخرزه، المصفى دي بقى بتعمل لنا زي عازل. تمام. خلصت بقى كده الكميه كلها. بصوا بقى يا حلوين، انا اعرف ازاي ان الخليط بتاعي جاهز مش هيعوز ميه ولا دقيق؟ هجيب دلوقتي معلقه او اي حاجه عندك، وابتدي ان انت تغلفيها باللي هو انت شايفينه ده بتاع القطايف، عجينه القطايف. وجيبي صبعك كده اللي في النص واعملي زي سيمي كده المعلقه من النص زي ما انتم شايفين كده. ما دام العجين ما لمسش بعضه يبقى هي كده مظبوط، ولا تعوز دقيق ولا تعوز ميه. تمام. يا رب تكونوا فهمتوني وتكوني حبتوني زي ما انا حبيتكم. تمام. جبت بقى الاسترتش واي حاجه عندك فوطه، ابتدي ان انت تغطيها لمده ربع ساعه. بعد ربع ساعة بقى هنبتدي ان احنا نشتغل فيها، واقول لكم بقى هنعمل ايه. يلا بينا. بعد ربع ساعة بقى كده هشيل الاسترتش اهو زي ما انتم شايفينه كده، واديها تقليبة عشان اضيع الخمر بتاعها. وبعد كده هجيب بقى شفشة، اي حاجة عندك بوز هتوفر معاكي. لو عندك برضو الازازة بتاعة الكاتشب عارفينها دي اللي هي لها بوز، برضو تستخدميها. لو ما عندكيش ممكن تجيبي ازازة عادية خالص وتجيبي مسمار وتسخنيه على النار وتفتحي الغطا بتاع الازازة من النص، وهتعمل برضو معاكي نفس النتيجة. حطيت بقى كده الطاسة على النار، اول ما سخنت نزلت كده ايه باول واحدة من القطايف. اول واحدة ممكن تطلع مظبوطة، تطلع مايلة، تطلع مش حلوة. فاول حاجة بنعملها تيست كده الاول عشان نشوف العجينة بتاعتنا مظبوطة ولا لا. هنا بقى كده بعد ما العجين بتاعي كده نشف خالص، البياض راح خالص، ابتدي بقى ان انا اسلكها كده من الطاسة. زي ما انتم شايفين طلعت معايا قطعة واحدة واللون بتاعها حلو قوي قوي. هشيلها دلوقتي من الطاسه واوريكم اللون بتاعها زي اللي انت بتجيبيه من بره. القطافيه اللي هي بدات تستوي معايا، وبدات ان انا اعمل بقيه ايه القطايف اهو زي ما انتم شايفين.
شايفين بقى الفتحات الكبيرة دي بتعلمك من نجاح القطايف. تمام، شايفين بقى لون القطايف من تحت عامل ازاي، دهبي فاتح جميل قوي قوي. خلاص بقى السخونية كده اشتغلت معانا في الطاسة، وهنقدر بقى ان احنا نحدد عايزينها كبيرة عايزينها صغيرة. زي ما انا بقول لكم اول واحدة ممكن ما تطلعش مظبوطة، وبعد كده بتقدري ان انت تحددي المقاس بتاع القطافايه. ببتدي بقى بعد ما العجين ينشف كده من فوق الوش، ببتدي ان انا اسلكها، وعشان لو عوزت احط جنبها اهو زي ما انتم شايفين كده. خلاص عايزه اقول لكم سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي صعوبات، وما تخافيش اعمليها وانت مغمضه وان شاء الله تدعي. شايفين اللون من تحت قعر كده القطافيه عامله ازاي، تحفه تحفه. ولا الفتحات بتاعتها شايفين الجمال، ماهاش واصله لتحت يا جماعه، دي من نجاح مادام الفتحات بتاعتها واسعه، دي من نجاح القطايف بتاعتك. طب يا ام جنى لو انا جيت وجيت استعملها ولقيتها من تحت كده الفتحات قبت لتحت مثلا او عملت اخرام من تحت برضو، هتبتدي ان انت تجيبي الخلاط وتضربها ضربتين كده وتتوهي التخمير بتاعها، وابتدي ان انت تشتغلي فيها هتبقى حلوه معاكي برضو. تمام، كل حاجه عماله اوريها لكم وكل حاجه بالتفصيل. بصوا بقى عشان القطايف تطلع معاكي طريه وجميله، حطي صينيه وعليها فوطه وغطيها، كل ما تطلعي واحده تكوني مغطياها عشان تعرق وتطلع معاكي طريه وحلوه وتقدري ان انت تقفليها. خلصت بقى الكميه كلها، شايفين بقى الجمال ولا اللون ولا الحلويات العسلات دي، شايفين الجمال، تحفه تتاكل كده نيه. عايزه اقول لكم طعمها كده وهي لسه ما اتحطش فيها الحشو وجميله. تمام، تحفة، ولا في حتة عينها وجعاها ولا مخرمة من تحت، لا كلها سمك واحد وكلها كده مفتحة كده وجميلة. هنجيب بقى المكسرات بتاعتنا، يعني مكسرات بسيطة خالص، ولا عين جمل ولا كاجو ولا اي حاجة، بأسهل حاجة ممكن تقدري ان انت تحشيها. عندي شوية من السوداني كانوا فايدين مني من ساعة الكنافة هم الاول، لان انا لو دخل جوز هند او زبيب مش باكلها، يا دوب بس كده اتفرمت معايا بس، او خليتها نص غرشة يعني ايه، تكون باينه برضو ايه في القطايف بتاعتي. اخدت منها معلقتين، والباقي بقى هنزل عليه بقى بجوز الهند، وهنزل عليه كمان ايه بالزبيب. بس يعني يعني بابسط حاجه نقدر نحشيها، مش شرط مثلا الحاجه الغاليه، يعني اللي ايديكي مثلا طايله اعملي بيه. هنا بقى حطيت بقى كل حاجه في الطبق، وعندي كمان نص معلقه صغيره من القرفه. عايزه اقول لكم ما بتغيرش طعم المكسرات، لا ده بتخلي ريحه المكسرات كده جميله، ومعلقه صغيره من الزيت، وقلبتهم مع بعض. الزيت زي ما انا قلتها قبل كده في الفيديو اللي فات بيعمل زي عملية تماسك كده للمكسرات بتاعتي بدل ما تقع مني كل شوية. وبدات ان انا اجيب منديل وامسح بقى واخلي الحته نضيفه كده جنبي، واجيب بقى الطبق بتاعي وابتدي بقى استخدم اول واحده هبتدي بيها في ايه بقى. اول حاجه هحط فيها اللي هي المكسرات اللي هي جوز الهند والزبيب والسوداني، واقفلها بتتقفل معايا بكل سهوله. اهم حاجه اضغطي بصابعك الاتنين وقفلها كويس عشان ما تتفتحش معاكي في الزيت. عايزه اقول لكم ان انا عملتها ولا فتحت معايا في الزيت ولا وقعت الحشو في قلب الزيت، كل ده هتشوفوه برده مع بعض. برضه هعمل معاكم كمان واحده اللي هي بالسوداني اللي هي بتاعتي، برضه هركنها على جنب عشان ابقى عارفاها، لان بصراحه مش بحب اي حاجه عليها ايه جوز الهند ولا الزبيب ولا الحاجات دي. تمام، هعمل يعني ايه وحديتين تلاتة كده ليا بالسوداني، وهعمل برضو وحديتين تلاتة كده ايه لاختي، لان هي بتحب برضو الفاضي ما بتحبش حاجه ايه محشيه. احنا عكس، هي بتحب الفاضيه وانا بحب المحشيه سوداني بس. تمام، وهقعد بقى كده وهكمل بقى ايه القطايف بتاعتي. وبعد كده بقى هرجع لكم، شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، القطايف بتتكلم عن نفسها كده، وانت بتقفليها بتتقفل معاكي بكل سهوله كأنك حاطه صبغه فيها. يا سبحان الله. خلصت بقى كده الكميه بقى كلها، وهرجع لكم ونكمل بقى ونشوف هنعمل ايه. بس اهم حاجه عشان ما تفتحش معاكي وانت بتقفليها، ما تكتريش الحشو جوه القطافيه عشان تقدري تقفليها كويس. شايف عامله ازاي كلها موحده، ولا واحده محروقه ولا واحده حمراء، لا كلها لون واحد، تحفه جدا جدا، كفايه النظافه. خلصت بقى كده الكميه كلها، حطيت بقى الزيت بتاعي حطيته في حاجه غويطه. بصراحه بيفرق جدا غير لما انا احطه في الطاسه. طب ليه؟ الطاسه بتكون مفروده فالزيت ما بيوصلش للقطايف كلها، لكن لما بتكون حاجه غويطه الزيت كله بيوصل للقطايف. او زي ما انتم شايفين بنزل بقى كده واحده بواحده، وابتدي ان انا اقلبه بقى ايه كل شويه عشان كله ياخد لون واحد. القطايف دي من اسهل حاجه انا عملتها، حاسه ان هي مش ما فيهاش صعوبات، لا والله اسهل بكتير كتير من اي حاجه ممكن تعمليها في الحلويات. خلاص بقى كده خدت اللون العسل الجميل ده، شايفين اللون كهرمان عسل عسل عسل. هبتدي برضو انزل بقى بقيت المقدار، يا دوب هنزل بده واقوم رايحه فين على الشربات.
الشربات بتاعنا يا جماعه، ولا تقيل ولا خفيف. لو خفيف القطايف بتاعتنا مش هتشربه، لكن لو تقيل بس مش تقيل قوي هتشربه على طول. اهو زي ما انتم شايفين، وهي سخنه لازم انزل على الشربات اللي هو الساقع. بعد كده هجيب بقى طبق وعليه المصفى، وابتدي بقى ان انا انزل كده عشان اي زيادات من الشربات هتنزل في قلب الطبق ده. والشربات الزياده اللي نزلت في الطبق مش برميها، عندي علبه او برطمان وبحط فيه ايه الشربات بتاعي الزياده. وما باجي استخدم حلويات بيكون عندي متوفر. عاوز اعمل شربات تاني لان كل حاجه بتكون عندي جاهزه بحفظها، وبتطلعيه بتدفيه وبيرجع تاني لطبيعته. يلا بينا بقى كده عشان نشوف شكلها كده في طبق التقديم والجمال والحلاوه. تقول انت شارياها من افخم محل كده من القطايف ومن جمالها. وكمان هنشوفها قد ايه مقرمشه من بره وناعمه وطريه من جوه، ماهاش ناشفه كمان، لا ده ناشفه من بره وناعمه وطريه من جوه. ويلا بينا كمان بقى ايه عشان ندوق ونسمي ونذكر ربنا وبسم الله. ويلا بينا نبتدي المعركه وندوق مع بعض ونشوف الجمال والحلاوه. وكمان في الوقت ده انا مش هتكلم عشان تستمتعوا كده ايه بصوت القرمشه وجمالها وحلاوتها. والله انا بقول حكم. يلا بينا الحاجه بقى هسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا ندوق مع بعض. يلا بينا. وصلتوا لهنا قولوا لي سمعت صوت القرمشه ولا لا، وانا هعرف ازاي ان انتوا سمعتوه من الكومنتات. وكمان اللي ما سمعوش هسمعكم اكتر. تعالوا نسمع اكتر واحنا بندوق. بنفتحها كمان من جوه، شايفين قد ايه طريه، وهندوق كمان من بره عشان نشوف قد ايه مقرمشه ولا لا. الحشو باين من جوه ازاي ملانه كده وعسل عسل عسل. حبايبي يقولوا لي ايه رايكم. انا عارفه بقى كلكم عمالين تتكلمون عماله تشوقونا وتجوعونا بالحاجات الحلوه دي. تعالوا اسمعوا كمان. انا جعت وانا بسجل الفيديو. المغرب قدامي ساعتين وبسجل الفيديو، وانا هين عليا اقوم اروح اجيب بقيه القطايف اللي فايضه واكلها. هنا بقى جبت المعلقه برضو عشان اوضح لكم اكتر قد ايه صوتها رنان كده وحلو. بقى في فيديو القطايف قرايكم بقى. شفتوا قد ايه جميله، شفتوا قد ايه طريه، شفتوا قد ايه مقرمشه من بره وناعمه وطريه من جوه. شفتوا قد ايه ما شربتش زيت كتير، وقد ايه شربت العصير ما فتحتش معايا في الزيت ولا وقعت المكسرات. كل ده هتشوفوه في الفيديو ده النهارده. ويلا بينا بقى عشان نختم الفيديو، عشان انا طولت عليكم وعشان كمان ما تزهقوش مني. واتمنى لكم بقى فرجه ممتعه. دمتم في رعايه الله وحفظ الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام.